Niye abi sen ne yapıyorsun? هلا وحبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وبصحه وبمليون عافيه. طبعا اجيتكم من بعد عناء، صار لي هواي ما منزله فلوج، واشكر كل شخص سأل علي وقال مختفيه. انا اشكركم جزيل الشكر. طبعا الوضع الصحي كان مخربط، سويت عمليه لانفي مال جيوب انفيه والتهيت بعد ما نزلت فلوج. واليوم جايتكم بفيديو، هو راح اسوي جواز العبور من محافظة أنقرة، وهسه رايحة هاي سكة القطار، اروح بالقطار اسوي جواز العبور وانتظروني بباقي الفيديو. هسه هنا رايحين للمحطة. إن شاء الله تتسهل المعاملة وما يأخرون. سوي جواز العبور حتى نرجع بيه للعراق. طبعا أنا الفترة السابقة تأخرت من رجعت للعراق بسبب عمليتي، الوضع الصحي كان مخربط. هسه راح نروح هناك نحجز تيكت، هاي محطة مال القطار، أحجز تيكت ونطلع بالقطار. هاي هنا الناس تنتظر، هم حاجزين على القطار. حبيت أشارككم يومي بجواز العبور. وهاي هنا وصلنا للقطار. هسه راح نصعد بهذا القطار ونروح لأنقرة. Bir daha gidiyoruz. Bir daha gidiyoruz. Herkesin öncesi. وهسه صعدنا للقطار. هذا التيكت مال الطيارة، العفو القطار الطيارة.
أمس ما مشونا المعاملة واضطرينا نبات نبقى هنا. واليوم بلكي إن شاء الله تسهل المعاملة ونرجع بخير وسلامة. طبعا ما صورت لكم بالسفارة لأن ممنوع تدخل الكاميرا وممنوع يدخل الموبايل. طبعا هذا جواز العبور بعد معاناة، صار لنا يومين احنا بأنقرة على مود هذا جواز العبور. البارحة ما رهمت ما مشونا، فاليوم اجينا من وقت ومشى الحال وهذا جواز العبور. ان شاء الله بهالفترة انا راجعة للعراق واصور لكم ان شاء الله بعض التفاصيل. هاي هسه احنا بعدنا بأنقرة. اي سؤال يخص جواز العبور اكتبوا لي بالتعليقات واني اجاوبكم عليه اللي اعرف له. طبعا كانت الزحام وما يدخل، قلت لكم كاميرا يعني ما صورت من داخل القاعة. ولهنا حبايبي ننهي الفيديو وان شاء الله التقيكم بفيديو جديد. الفيديو الثاني طبعا راح ينزل وصولي للعراق ان شاء الله. ندعونا نوصل بالسلامة. تحياتي لكم، احبكم كلش وهواية، مع الف سلامة.